دي اسمها ايه؟ دي كرة قدم صح؟ كرة قدم دي عندهم هناك في اوروبا، انما عندنا احنا مفيش كرة قدم خالص. بصراحة النهارده ريال مدريد ومانشستر سيتي بيقدموا عظمة من كرة القدم الحقيقية اللي المفروض ان احنا نلعبها او نتفرج عليها. ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي؟ اقسم بالله. كرة قدم من وعي تكتيكي اللاعبين، جمل تكتيكيه للمدربين، من العراب انشيلوتي ومن العبقري جوارديولا. بس العراب انشيلوتي بفكره وتكتيكه والطريقه الايطاليه المعتاده قدر ان هو يتغلب على جوارديولا في الشوط الاول، وجوارديولا بفزلكته المعتاده او بالتحجم بتاعه او قدام البرنابيو او قدام ريال مدريد في البرنابيو ما يقدرش يعمل اي حاجه غير ان هو يقف يتفرج ويقول امين ويجي فيه الاهداف ويقف مش عارف يعمل ايه. انشيلوتي النهارده هزم جوارديولا بحاجات بسيطه خالص. قال لك انا هلعب بالخطه الايطاليه المعتاده والنكهه الايطاليه بتاعتي، انا هقدر افوز عليك بيها. وقدر فعلا بعد ما دخل في هدف في الدقائق الاولى قدر ان هو يقلب النتيجه راسا على عقبه، ويقدر ان هو يسجل هدفين في اقل من 5 دقائق. انشيلوتي النهارده قدر ان هو يقلب النتيجه عن طريق نقطه ضعف جوارديولا النهارده، وهو غياب وولكر لما غاب عمل نقطه ضعف كبيره جدا في الجبهه اليمين. وازاي هو قدر يتغلب عليها؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم ازاي انشيلوتي قدر يتغلب على نقطه الضعف اللي هو عند جوارديولا النهارده طبعا لعب اكانجي في الجبهه اليمين، وكان على طول ماسك المفروض ان هو يمسك فينيسيوس، وده كان التفكير مع انشيلوتي. بس انشيلوتي عمل حاجه تانية خالص، خلى فينيسيوس هو اللي يلعب في الممر الداخلي، وليكن طبعا ريال مدريد هو بالاحمر ومانشستر سيتي بالازرق. بس خلى فينيسيوس هنا ينزل في الممر الداخلي دايما، وهو اللي ينزل في المنطقه دي عشان رودريجو اللي هو ياخد الطرف في الملعب او يفتح خط الملعب في الممر الخارجي. وده غير مركز بين فينيسيوس وبين رودريجو هو اللاعب التكتيكي اللي اي مدرب بيحبه. فلعب النهارده على الطرف اليسار وقدر يعمل خلخله كبيره جدا للدفاع، وكان هيسجل اكتر من هدف في الشوط الاول. بس طبعا رعونه المهاجمين عند ريال مدريد سواء رودريجو او فينيسيوس او بيلينجهام ادت الى طبعا تضييع فوز سهل جدا وفوز كبير جدا على مانشستر سيتي. فينيسيوس كان بينزل هنا في الممر الداخلي او بينزل هنا عشان يستلم الكوره ويلعب الكوره خلف اكانجي عشان تروح لرودريجو، ورودريجو بسرعته طبعا بيروح ينفرد بالجول. الكوره دي اتعملت اكتر من مره. غير كده ان انشيلوتي في الشوط الاول كان دايما بيعمل حاجه، ان هو بيعمل تحميل على الجبهه اليسرى طبعا بلينجهام ورودريجو وفينيسيوس. والمفروض ان كان وقت التحميل ده كان المفروض ان كامافينجا يكمل معاه هو وفالفيردي، بس للاسف ما كانش في حد بيكمل. عموما انشيلوتي ادار المباراه في الشوط الاول زي ما الكتاب بيقول. انشيلوتي ادار كمدرب عبقري، بس للاسف لما جه في الشوط الثاني عمل تغييرات ادت الى نعكشه الفريق. شفت النعكشه كده؟ هو النعكشه بتاعت الفريق عملت دروب في الفريق، بالذات في خروج كروس اللي هو كان واحد من نجوم المباراه، لانه كان بيعمل اداء دفاعي اسطوري. طبعا غير كده ان هو بيطلع الكره من رجله مسطره، لا هو طلعه ونزل مودريتش طبعا مع تغييرات تانية، فادت الى انخفاض المستوى عند ريال مدريد، وادت الى ركوب مانشستر سيتي اللي كان في اسوأ حالاته النهارده بغياب دي بروين وغياب بعض اللعيبه عنده. فادت الى طبعا ركوب مانشستر سيتي المباراه، وقدر يسجل الهدف الثاني والثالث ويتعادل بالمباراه. وطبعا هي نتيجه كويسه جدا لمانشستر سيتي، وانا بصراحه بلوم ريال مدريد ان هو ما قدرش يخلص المباراه، لان كان يقدر يخلص اكتر من هدف. بس طبعا انشيلوتي ممكن يلام في الشوط الثاني، بس برضه نقدر نقول ان جوده اللعيبه عنده هي اللي ما خلصتش المباراه في الشوط الاول، والراجل عمل اللي عليه النهارده. بصراحه مباراه تكيفك ككره قدم، مباراة تشبعك ككرة قدم، مباراة انت نفسك تنام وتحلم بيها ككرة قدم. هنشوف بإذن الله في الأسبوع القادم المباراة اللي جاية. كنت أتمنى من اليويفا إن هم يغيروا ميعاد المباراة الثانية اللي هي بين أرسنال وبايرن ميونخ، بس أنا اتفرجت على لقطات منها وعرفت إن أرسنال ضيع فوز سهل جدا بطبعا أخطاء بدائية من مدافعيه. وطبعا قدر بايرن ميونخ يتعادل 2-2 على ارض ارسنال. وبرضه هنشوف في المباراه الثانيه على ملعب بايرن ميونخ، ونشوف على ملعب مانشستر سيتي مين اللي هيصعد. يا ريت تكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات مين اللي هيصعد في المباراه اللي جايه. وبكده اكون وصلت لنهايه حلقتنا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وباذن الله القاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.